اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده هو فيلم استنساخ. احنا كبشر لسه ما قدرناش نخلي الذكاء الاصطناعي يواكب وعي الانسان بنسبه 100%. بطوله سامح حسين وهبه مجدي. عايز اقول لكم الفيلم حلو جدا، انا كنت مرعوب بيطلع وحش. الفيلم مثير للاهتمام جدا وممتع. العالم بتاعه اكتر عالم مثير للاهتمام شفته في الجزء ده من الخيال العلمي. احنا عملنا افلام ومسلسلات عن الخيال العلمي بشكل مميز قبل كده، ولكن ما كانش فيه اي حاجة مثيرة للاهتمام او عالم مثير للاهتمام بالشكل ده، ولا شخصيات تقدر ترتبط بيهم بالشكل ده. فده يجيبنا بقى ليه الشخصيات دي مثيرة للاهتمام. اولا هي شخصية واحدة التركيز عليها، شخصية سامح حسين اللي هو يونس العربي. ليه شخصية يونس العربي مثيرة للاهتمام وتعرف تتعاطف معاه؟ لان هو مشترك معانا في اهم حاجه. النقطه السلبيه بتاعته مشكله يونس العربي مشكله فينا كلنا. احنا كلنا اب تو توم كروز، فاهم؟ لو احتسبنا توم كروز من كلنا حبينا حد وما بدلناش الحب ده. فمشكله يونس العربي الوحيده ان هو حب حد ما حبهوش. فهي ساعات بتبقى كده، فاهم؟ لو انت ما فيكش مشكله ولا اي عيب، بس انا حبيت حد ما حبنيش. المشكله دي هي اللي خرج منها الفيلم ده كله. فعشان كده الفيلم مثير للاهتمام جدا. انت عندك فيلم خيال علمي خارج من معنى انساني، ودي اكتر حاجه عبقريه. احنا مش بس هندي نصح وهندي حكم ومواعظ عن الامن السيبراني والحاجات دي، وقد ايه الذكاء الاصطناعي ده بيتحكم فينا وكل الكلام ده. بس لا، احنا هنرجع للمشاعر الانسانيه. قصه يقدر رجل الكهف يتعاطف معاه. الحوار بتاع الحب من طرف واحد ده بادئ من زمان قوي، وليه عند كل واحد فينا رصيده. فالقصة مهما استهلكت مش هتبقى مبتذلة، بالذات ان انا حاططها في منطق جديد بالكامل. فعشان كده الفيلم بالنسبة لي ممتع، والقصة بالنسبة لي حلوة جدا. انا عايز اقول لكم انا مبسوط، انا لسه خارج من الفيلم ومبسوط جدا يعني. فالحوار مثير للاهتمام جدا. العالم بتاع الفيلم ده مش مستهلك خالص. احنا ممكن نفضل نعمل منه مسلسلات وافلام والعالم ما تقدمش بالشكل الكافي ولا بالشكل اللي يتزهق منه. على فكرة كمان نهاية الفيلم تطرح نتيجة اللي ممكن يتعمل منه اجزاء تانية. فالموضوع مثير للاهتمام جدا. الاداء التمثيلي بتاع سامح حسين في عالم تاني بقى يعني مش في حته تانية. الراجل يا جدعان جامد جدا، وهو من زمان جامد، بس يعني الاداء الدرامي في الفيلم ده جامد جدا. هبه مجدي عامله دور جامد جدا جدا جدا. احمد صيام يا جدعان، احمد صيام انا كان وحشني جدا. احمد صيام على الشاشه والله العظيم انا ببسط ان احمد صيام مش على الشاشه. انا ما دخلتش فيلم قبل كده فيه احمد صيام، فانا فخور ان انا عاشرت الموقف ده، فمبسوط جدا. فالدنيا حلوه، وتمثيل سامح حسين حلو جدا، تمثيل هبه مجدي حلو جدا، تمثيل احمد صيام جامد. شخصيه سامح حسين كمان عندها لازمات جسديه كتير، وهو قاعد وهو حاطط رجل على رجل وهو فارد ظهره. الشخصيه مبنيه ومتاسسه جامد جدا، وحد زي سامح حسين مش هيعدي حاجات زي كده بسهوله عشان هو مسرح من قبل ما انا اتولد، فطبيعي. كمان الفيلم ده مدرسة في حتة ازاي تعمل مشاهد اغراء من غير مشاهد فجة، من غير اغراء. يعني فاهمين اللي هو ايه؟ انا كنت بشوف مقدمة المشهد اغراء، بس انا مدرك في عقل بالي ان في سامح حسين وفي هبة مجدي، فمستحيل حاجة تحصل. فهم بيعملوا مشاهد اغراء من غير اي حاجة فجة، من غير اي حاجة خديشة للحياة، من غير اي حاجة. فاهمين اللي هو ايه؟ مشهد اغراء بس، فاهم؟ شلنا منه كل الحاجات السيئة. فالحته دي كانت عبقريه بالنسبه لي. بالنسبه لهبه مجدي، انا عارف ان من سابع المستحيلات ان هي تشوف الفيديو ده، بس يعني لو بطلنا نحلم نموت. تمام؟ بعد اذنك بيخبط لنا على الاستاذ محمد محسن كده، قطع بينا بقاله كتير انا كنت مستني اغنيه في الاخر الاستاذ محمد محسن ولا اي حاجه، خبطي عليه كده نسينا والله. انا عارف ان هتلاقيه بيعمل ريسيرش دلوقتي في الموسيقى الكلاسيكيه ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس ذكرين ان احنا عايشين يعني. نرجع للفيلم. بالنسبه للسلبيات، بما ان مفيش عمل مفهوش سلبيات، كل ما له علاقه بالتكنيكاليتيز في الفيلم ده رايح في داهيه. ليه؟ لان تقريبا الانتاج كان ضئيل، فكل ما له علاقه بقى بالمؤثرات البصريه، بالفي اف اكس، بالمونتاج، رايح في داهيه. في قطعات في المونتاج وربنا كنت بتخض، اللي هو ايه اللي حصل يا جدعان انا مش فاهم. ده غير كمان القصه تقريبا عشان وقت الفيلم مقصوصه. يعني اظن ان في حاجات اتصورت اكتر من كده، بس احنا قصينا عشان وقت الفيلم يقضي. غير كده كمان انا في الاول البدايه مربكه، بعيدا عنها في الاول كان في دماغي حاجات تانية لسامح حسين كانت معطلاني. جيم اوفرت. لا انا مت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. بس بعد كده اما ادركت احنا فين، ابتديت امشي على مسار القصه.
القصه حلوه، ولكن زي ما بقول لكم الانتاج ما كانش احسن حاجه، فالمؤثرات البصريه بالمونتاج بكل الحاجات دي مش احسن حاجه، ولكن لسه القصه زي ما هي، قصه سوليد، القصه مثيره للاهتمام، ممكن يتعمل منها اجزاء تانية، اتمنى اشوف منها اجزاء تانية. الفكره اللي محتاجين ناخد بالنا منها ان الفيلم ده كسب دعايه اكتر بسبب نجاح قطايف. طب لو ما كانش قطايف نجح، الفيلم ده كان هينزل تحت الرادار تماما، ما كانش حد هيعرف ان هو نزل اصلا. احنا سمعنا عنه بعد العيد بكام يوم، وده مش ميعاد ينزل فيه حاجه. الشاهد هنا ان سامح حسين اللي عمل برنامج قطايف ونجح، هو اللي عمل دور درامي جدا في الفيلم بتاع النهارده، فيلم استنساخ. هو اللي من كام سنه عمل فيلم اسمه عيش حياتك. الحياة رحلة، بس علشان نوصل للي احنا عاوزينه لازم نبطل نخاف. حلو جدا، ما تشافش. هو اللي من كام سنه عمل لنا لص والكتاب وعمل دور ميشو، عمل دور درامي بالكامل. تمام، الدور اللي الناس لحد دلوقتي عمرها ما نسيت، مسلسل من 2010، الدور ده عمر ما الناس نسيته لحد النهارده. فطين احسن منك. وبرضه اللي عمل افلام وحشه جدا زي جيران السعد وكلبي دليلي. الفكره هنا ان سامح حسين ما اتغيرش، هو سامح حسين الممثل الشاطر جدا الموهوب اللي كل الكلام ده. فاحنا اللي بنشاور على الحاجه بنقول دي تنجح ولا ما تنجحش، احنا اللي المفروض ناخد بالنا من الاعمال الكويسه ونشاور عليها، والمنتجين المفروض ياخدوا بالهم من الاعمال الكويسه وينتجوها. المؤلفين والمنتجين لازم يبقى عندهم سنه مخاطره. لحد دلوقتي انت فيلم استنساخ، المخرج هو المؤلف هو المنتج، واحنا اغلب مشاكلنا مع فيلم استنساخ مشاكل انتاجيه. فاللي هو ليه؟ عشان مفيش منتجين مستعده تخاطر مخاطره زي كده. فاتمنى ان احنا نبقى احسن، اتمنى ان احنا نشاور على الحاجه الحلوه ونقول ان هي حلوه بجد زي فيلم استنساخ، اتمنى ان احنا نبطل نشاور على الحاجه الوحشه اصلا. يعني عشان في ممثلين ومنتجين اما بيبقى ايه الفيلم طالع الترند ميم، تمام، بيقول لك ده الناس كلها بتشوفه. حضرتك الفيلم الدرامي بتاعك والمسلسل الدرامي بتاعك بيضحك اكتر من استوديو الاثنين. يعني لو عجبكم الكلام اشتركوا في القناه، دوسوا لايك، اكتبوا كومنت برايكم في الفيلم، اكتبوا كومنت برايكم في الحلقه لو عايزين نغير شويه حاجات، لو عايزين تغيرونا انا نفسي الدنيا حلوه، يعني كل حاجه مسموحه في المكان ده. فباي باي.